حرام ما يكون عندنا هيك شيء في عمان. استنى اصدمكم يا اخوان، طبعا صدمة للي عنا. هذا المكان بيجوا فيه لعيبة المنتخب معسكر، هو المكان هذا اللي بتدربوا فيه، اسمه مركب محمد السادس، صح اسمه الكومبلكس. وهذا المسبح لهم، يعني هذا خاص في جميع الأكاديمية جميع النشاطات الرياضية. شوفوا هذا فندق حق المنتخب، شوف صورته، هذه غرفهم، اشي مريح للنفس. انا بصراحة راح اقول حاجة في خاطري، عادي اقولها. قول. المنتخب الاردني على اللعيبة والامكانيات اللي عندهم لازم يكون عندنا لازم يكون عندهم نفس الأكاديمية هذه صراحة، يعني لازم. لو كان عندنا هذا الحكي يعني احنا زمان متأهلين لكأس العالم وما خسرنا من قطر 3-1. اسف. دخلنا يا جماعه على مركب محمد السادس. هون يا معلم المنتخب المغربي بيتدرب. هينا هون. شو معلومات كل شيء يتمرنون، كل شيء ينامون هنا، يعملون مساج، كل شيء مساج. والله انا بدي مساج يا جماعه. بدنا حمام مغربي ولا لا؟ الآن بيجوا اللاعبين، هون نومهم وقومهم، وهون أكلهم، وهون راحتهم واستجمامهم، وهذا الملعب اللي بيتمرنوا فيه اللاعبين قبل الذهاب للمباريات. هون بيعيشوا اللاعبين، هون المعسكري بيكون، هون الحياة يا إخوان. هذا هو مركب محمد السادس الخاص بلاعبي ومنتخبات المنتخب المغربي. من هون استعدوا لمباراة الأمس اللي كانت مع النيجر، ثم انطلقوا صوب زامبيا للمباراة القادمة. سلام يا اخوان. لما يكون المنتخب عنده تاريخ فيذكر لك التاريخ، وتتوقف عند الناصيات وتقرأ عن البطولات. كأس العالم تحت 17 هناك كنا شفنا كأس العالم 94، هناك مونديال القرن، كأس العالم فرنسا 98 عندما أبهر المنتخب المغربي العالم كله بتعادل الأول مع النرويج، زي ما انتم شايفين الأهداف سجلها حاجي وهدى، ثم خسارة من البرازيل، بعد ذلك فوز ساحق ماحق ضارب على اسكتلندا بالثلاثة يا إخوان، بصير هدى بصير. ثم كانت المؤامرة الكبرى عندما البرازيل تآمرت مع النرويج لإخراج المنتخب المغربي من مونديال 1998 بعد ما كان من أجمل وأروع المنتخبات. هذا هو المنتخب أمامكم يا إخوان، هذا هو الجيل الذهبي اللي كان في نهاية التسعينات للمنتخب المغربي. لن ننسى، إن نسيتم نحن لا ننسى. إلى نسخة كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب طويل كان للمنتخب المغربي. طال الغياب يا المغرب، طال الغياب 20 عام من مونديال 98، انتظرنا 20 عام إلى أن وصل المنتخب المغربي من جديد. وزي ما بنتذكر جميعا كان اللقاء الأول مع إيران، خسارة 1-0، هدف في آخر دقائق برأسية زعلتنا كثير كانت. بعد ذلك كانت الهزيمة من البرتغال 1-0، والتعادل مع إسبانيا في مباراة كانت من أجمل ما يكون. تتذكرون النصيري لما حلق فوق راموس وفوق بيكيه وسحقها في الشباك؟ هذا هو المنتخب المغربي. نورمالمون بحال ديجا لعبت انا واحد الماتش بحال هكا، حنايا بزاف ديال الانفلونسرز كيف ما شفتوا من العالم كامل، وشحال ديال الناس يبان قدامكم، وغيتفرقوا باش نديروا ماتش كبير بيناتنا. جيمس مالك صاحبي؟ مالك صاحبي؟ الحمد لله. مالك الكوره اليوم دراري مي سكور 1 2 3 4 5 6 جولز. ما عارفش الارقام. دوش نلعبوا بلعبك اخويا، خصك انت في الفرقه ديالي. دوز واخا البارح مشيت مع داك الفرقه ديال جيمس، انا ديالي هذيك اللي مشيتي معاه البارح. معك انا مع ايوب خويا. يلا مرحبا بالفرقه ديالي. كوزي انت خويا. لا هذاك انت. How many goal? 2 match. How many goal you gonna score? 4. واش صحابك انا بحال هذوك اللي جايين من برا راه مغربي. والو يلا خفي له ضربي مزيان. تقلاتك. اوه That's difficult. I think. You just have to bend your knee a bit. That's it. Just bend your knee a bit and jump. Okay. Oh, yeah.
Masters of the football. But we have come together through trials and tribulation, through hours in the bus, through hours of starvation, through hours of sleepless nights. إخوان، زرنا في المغرب محمد عدنان، أقوى صانع محتوى في الرياضة في العالم العربي. مشرفين بزيارتك للبلد. استاذ اشرف، انا بارك الله فيك، شكرا على الكلام وشكرا على حفاوه الاستقبال وعلى كرم الضيافه وشكرا على كل شيء، ولكن والله العظيم في 5 أيام قضيتها في المغرب اني شعرت اني بين ناسي واهلي واحبابي، لم اشعر باي غربه على الاطلاق. وانا بصراحه يمكن حكيت لك هذا الكلام ونحن جالسين قبل قليل، يمكن كان عندي تقصير شخصي مني انا بمتابعه المحتوى والحياه المغربيه، بحكم يمكن بختصر على نفسي موضوع انه اللهجه انها صعبه، فخلاص بختصر على نفسي زي اي انسان جايك من الشرق. بعد ما جلست معاكم وعشت معاكم هذه الايام اغرمت بكم، اغرمت بالبلد طبعا، واغرمت بكم كشعب طيب بحب فلسطين، شعب خفيف. على فكره الشعب المغربي يا اخوان طلع شعب خفيف دم، وعندهم حب لكرة القدم وانتماء لفرقهم غريب وعجيب. المغرب بلد متعدد الثقافات، بلد حضارة، بلد جميل، وناسه هم أجمل ما في هذا البلد. أنا مبسوط فيكم كثير والله. والله العظيم احنا قصرنا بحقك. أنا والله أبدا، والله أبدا كثير، بس أنا حتى ولو مسك الختام. أنا مسافر بكرة، أنا في هذه السفرة اعتبروني جئت إلى الرباط، بس أنا بعرف إنه في مدن كثيرة وكثيرة جدا لازم أزورها، وهذا الشيء أنا وعدت فيه متابعين. أنا أكبر متابعيني من مدينة تطوان بحكم النادي. لما حكيت لك على النادي وحكوا لك الإخوان على تاريخ النادي، شوف قصة خرافية. هل تعلموا يا جمهورنا العربي، هل تعلموا هناك نادي مغربي لعب يوما ما في الليغا الإسبانية في خمسينيات القرن الماضي؟ نادي الذي رأسه هذا الشخص يوما ما، وله قصة مرعبة بتاخذ العقل. ما شاء الله عليكم، الله يحميكم، شكرا، بالتوفيق حبيبي لكم جميعا، وإن شاء الله نشوفك قريبا بإذن الله تعالى. يلا تحية. رحيل يا أهل المغرب، حان وقت الرحيل. والله حاشتاق يا أخي، حاشتاق للمغرب، من أجمل البلاد رحت له والله. والله مشكور جدا لأهل المغرب على المعاملة، على كل شيء، على كل شيء. حان وقت الرحيل، وإن شاء الله لنا لقاء آخر.